الشجاعة ليست غياب الخوف، بل القدرة على الاستمرار رغم وجود الخوف. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا جايين نكسر رهبة الجمهور تماما، سواء عندك برزنتيشن، اساينمنت، تقف قدام كاميرا، ايا كان الفيديو ده علشانك. وعشان ما اطولش عليكم، الموضوع ده بيتلخص في 4 خطوات. ال4 حاجات دول هما الحاجات اللي المفروض اشتغل عليها عشان اقلل فرص الغلط واطلع بافضل اداء ممكن. ورقة وقلم مكتبي ورايا يا ست الكل. 1. التحضير. تحضير ايه اللي خسرنا كتير. طيب ازاي احضر كويس؟ 1. افهم الموضوع وذاكره كويس جدا، واعمل سيرش براحتك قوي. كل ما تذاكر الموضوع اكتر وتفهمه اكتر هتكون متمكن اكتر، وده هيقلل الخوف. تاني نقطة في التحضير هي السلايدز. مبدئيا السلايدز بتاعتك بلاش تكون زحمة، بلاش الوان كتير، خلي الموضوع هادي كده ومريح للعين. وفي نفس الوقت لازم انت تكون محضر ايه الفكرة اللي انت عاوز توصلها للي بيسمعه من كل سلايد، بحيث لو حصل اي حاجة انت داخل انت مركز ان السلايد دي انا عاوز اقول فيها الفكرة الفلانية. انا بتكلم في الفكرة بعيدا بقى عن السلايد، انا مش لازم اقعد ابص على البورد واقول، لا انا داخل انا عارف ان انا اول ما السلايد دي هشوفها انا هدي ظهري عادي جدا للبورد وابص للناس وابدا اقول الفكرة ايه اللي انا عارف ان انا محضرها عن السلايد دي. تالت حاجة مهمة في التحضير انك تجرب. يعني العملية بتاعت انك تبريزنت دي لازم تجربها في مخك الاول. يعني جرب كده، تخيل نفسك انا دلوقتي ببريزنت، انا هقول ايه، خلاص ماشي، انت مرنت مخك. جرب بريزنت قدام المراية، جرب اعمل فويس واسمعه تاني وشوف انا ايه اللي مش عاجبني وعدله. جرب لو حد صاحبك قعدوا قدامك وبريزنت، اختك اخوك ايا كان، انا مثلا بعمل الفيديو ده جنب اختي مثلا عادي، فهي سامعاني، فممكن تتعدل عليا تقولي لا انت ممكن الاداء بتاعك يبقى احسن لو عملت الشيء الفلاني هنا، وهكذا. صح؟ صح. خلاص خلصنا من التحضير. تاني حاجه بقى، لو انت عندك براند خاص بيك، شركه، عاوز الناس يعني تكتب على جوجل اسم البراند بتاعك تلاقيك، فانت اكيد محتاج ويب سايت. وهنا يجي دور اوسيا سوفت وير هاوس. الناس دي تعرف تعمل لك الويب سايت بتاعك من الصفر، يعبر عنك انت بشكل احترافي. لو انت كونتنت كريتور زيي هيعملوا لك بورتفوليو قوي جدا برضه بشكل احترافي. هسيب لكم اللينك بتاع اوسيا تحت الديسكربشن. يلا بينا نكمل. تاني ستيب بعد التحضير هي طريقه الكلام. بطأ شويه الكلام، يعني مش بطيء سلحفه ومش سريع فلاش. القلشه دي قلشه كرنج قوي. تاني حاجه في طريقه الكلام الصوت. ما تتكلمش بصوت واطي، لان دي اكتر حاجه ممكن تديلك البرزنتيشن من اولها. انت بالفعل داخل متوتر، فانت لو بدات البرزنتيشن بتاعتك بالراحه كده، اللي هو انا اسمي عبد الله، انا جاي اقدم لكم كذا كذا، انت صوتك واطي، محدش سامع. لو انت قاعد قدام دكتور على طول هيقول لك كومنت، لو سمحت علي صوتك، فحرفيا انت متوتر لوحدك. بعد كومنت لو سمحت علي صوتك ده هو جاب لك حجه تتوتر اكتر والبرزنتيشن تضيع. يعني من الاخر كده جالك سبب يخليك تغلط وانت مرتاح. خلصنا التحضير، خلصنا طريقه الكلام، نيجي للبوس، البادي لانجوج. في ناس واحد بيشوفها طالع البرزنتيشن، هو طالع حط ايده جنبه كده متكتف، فاهم، وطالع انا كذا 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 كذا، انا النهارده هعمل لكم كذا كذا كذا، صنم حرفيا. لا انا عاوزك حرك دماغك، حرك ايدك، يعني جسمك يبقى فاكر كده، سيب ايدك تتحرك، يعني سيب ايدك تاخد راحتها. مش ما بتقعدش تعمل كده اكيد، ولكن بالراحه. يعني شوف بالراحه دي هي وصفه الكلمه اللي انا قلتها، سيب ايدك تتحرك. هو عقلك عارف هو بيتكلم ازاي وحافظ جسمك. قبل ما اعمل اي برزنتيشن انا بتخيل كده اللي هو الستيج قدامي، انا خلاص انا هطلع، انا مش هفضل واقف في البوينت دي بس، لا انا ممكن اتمشى كده شويه مثلا، اسند مثلا، تتحرك عادي. ده مبدئيا هيخليك حاسس انك مرتاح. خلي اللي قدامك اللي هو ده فل، ده تمام، الراجل ده بيتحرك، فاهم، ده بني ادم عنده رجلين. سوري. نيجي المشكله اللي عند ناس كتير، هي الاي كونتاكت. مش عارف ازاي يطلع يقف قدام الناس ويبص عليهم، فتلاقيه باصص في الارض، باصص على البورد بس. يا اما انت تكون عارف حد هتفضل باصص له، واكتر من حد هتبص لهم وخلاص. مش طبيعي ان انا هطلع ابص في وشوش كل الناس اللي قاعده قدامي دي. انا هحسسهم ان انا ببص عليهم، حرك وشك كده رايح جاي بس وخلاص كل شويه، فالناس هتحس ان انت بتبص عليهم. طيب لو في مثلا قاعد قدام دكتور هو بيقيم برزنتيشن وكده، لا ده كل شويه بص له في عينه. ليه؟ اديله سبوت، اللي هو انا عارف انك انت مهم، شايفني وانا ببريزنت، شايفني وانا بعمل الاي كونتاكت، شايف اللي هو
الواد القوي، فاهم؟ الدكتور هيحس ايش هذا الشرس اللي يسوي معي اي كونتاكت، هذا اعطيله فول مارك، هذا اعطيله فول مارك. اخر نقطه في الاربع نقط وهي التقبل. لازم تكون متقبل ان عادي جدا ان اكون متوتر، لازم تكون متقبل ان عادي جدا ان انا غلط، لازم تكون متقبل ان عادي جدا ان انا انسى. وحط في دماغك ان اصلا مين عارف انك غلطت، مين عارف انك نسيت؟ انت بس اللي عارف انت هتقول ايه، انت اللي محضر الكلام ده، فانت بس اللي عارف ان انا نسيت الحته دي. فمفيش اي مشكله، انا نسيت هكمل، مش هقف، مش هتوتر اكتر، عادي، انا بس اللي عارف انا هقول ايه. تمام. وفي نفس الوقت ايه المشكله يعني اما اغلط؟ مفيش اي مشكله ان انا اغلط. مين الناس اللي قاعده قدامي يعني بجد؟ مين النخبه اللي قاعده قدامي؟ انا رقم واحد في كوكب الارض، انا رقم واحد في كوكب الارض، يبقى لازم اللي قاعد على الكرسي يعرف ان انا رقم واحد. تحضير، طريقه الكلام بتاعتك، بادي لانجوج، والتقبل. خلصوا الاربع نقط. لو في خطوات بعملها قبل اي برزنتيشن فهي هتكون ان انا باخد نفس 3 4 مرات، بغمض عيني، بتخيل ان انا خلاص خلصت البرزنتيشن وقدمت كويس جدا، بثبت نفسي على الارض، فعلا بحط وزني كده على الارض، واقف فارد ظهري. الوضعيه الستيبل دي بتخليك التوتر يقل، الرعشه اللي انت بتحس بيها دي تقل، فده يخلي ادائك افضل. وبس كده. انا عبد الله وهيدي، بحاول اتعلم حاجات جديده، اشير الاكسبيرينس معاكم، وبحاول الاقي شغفي واوصل للسلام النفسي. لو عجبك الفيديو ده انزل اعمل سبسكرايب، شير، كومنت، لايكك جميل، وبس كده. سلامات. انا كنت بطلع في الاذاعه المدرسيه كتير قوي على فكره، فلو انت حد كبير بيسمعني يعني وعندك ابنك صغير، شجعه ان هو يطلع في الاذاعه، ده بجد هيكسر حاجز الخوف عنده تماما. ادعي يعني ان انا من كتر ما طلعت في الاذاعه، ان هو ده سبب ان انا بعرف اقف في البرزنتيشن، مش برتعش، بحس ان انا تمام ومفيش اي مشكله.